ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت لكم بقى يا جماعه سر الرز بلبن بتاع المحلات اللي انتوا طبعا يعني محيركم مش عارفين بجد، بابسط طريقه وما فيهوش اصلا مكونات، يعني مش عارفه هو ليه مغلينه كده، بس هو والله العظيم ما في اي مكونات، بس عشان توصلي الوش مكرمش لازم تسيبيه يومين. وطبعا انا عندي العيال يعني ما سيبروش طبعا وكلوه في نفس اليوم، بس انت لو نفس الطعم يا جماعه والله العظيم اقسم بالله، يعني انتوا عارفيني حاجه كده هتحاسب فيها عند ربنا سبحانه وتعالى، نفس الطعم ونفس الشكل ونفس الجوده بتاعت اللي بره. بس هو بس الكرمشه ما وصلهاش، لان طبعا الكرمشه دي لازم عشان يوصل لها يا جماعه هم مش بيبيعوه او ما بيعملوه، بيسيبوه عندهم يومين في التلاجة عشان كده بيوصل للوش المكرمش. لكن والله يا جماعه نفس الطعم بالظبط. طبعا يا جماعه الرز بلبن مش بيتحط له نشا، لما بيتحط له نشا بيتحول معاكم لمهلبيه فيها رز بلبن. فهي الرز الصحيح ما يتحطلوش نشا. اقسم بالله يا جماعه انتوا عارفيني مفيش وصفه بنزلها غير اما تكون مضمونه 100%، يعني مش قادره اقول لكم تكون مضمونه، يعني انتوا هتجربوها وهتطلع 100% صح. معايا اول حاجه كده نص كده مج من الرز اللي موجود في كل بيت. اهم حاجه بس تجيبي الرز يكون الحبايه المكببه، ما تكونش الحبايه اللي الرفيعه الطويله دي، مش هتديكي النتيجه الحلوه. طبعا الرز يا جماعه ما تغسلوهوش، لان احنا الاعتماد كله على النشا اللي هو في قلب الرز. طبعا احنا مش عايزين نغسله عشان النشا هو بتاعه هو اللي هيعمل لنا الرز ابو لبن. نزلت طبعا باربع مجات من الميه من الحنفيه عادي خالص زي ما انتوا شايفين، وهسيبه كده على النار لحد ما يستوي. طبعا اول ما غلي كده وطيت عليه النار عشان طبعا الرز ما يستوي ما يحتاجش ازود له ميه تاني. وطبعا كل دقيقه بقلبه عشان طبعا الرز ما يلزقش مني في قلب القعر الحله. كل دقيقه كنت بقلبه طبعا زي ما انتوا شايفين لحد كده ما شرب الميه بتاعته واستوى تماما. بقى الحبايه كده اتهرت يا جماعه. اهم حاجه تكون الرز استوى كويس ما يكونش ني، عشان انت ما بتحطي له لبن خلاص يعني مش هيستوي معاكي الرز تاني خلاص. بصي حبايه الرز استوت تماما. لو هتعملي بقى مج من الرز هقول لك هتستخدمي لبن قد ايه. معايا كيلو من اللبن البلدي. انا عادتي يعني بحب اجيب دايما اللبن في الفريزر انصاص كده وبحطه في الفريزر، فانا طلعت كده كيسين من اللبن البلدي. طبعا لو ما عندكيش وحابه تعملي رز بلبن تقدري تحطي لبن وتحطي عليه بقى حته قشطه كده حلوه كده عشان يديكي الدسامه الحلوه، لان انتوا عارفين الرز بلبن يا جماعه هو حلاوته في القشطه بتاعته. طبعا اللبن البلدي فيه قشطه، وعلى فكره اللي بره يا جماعه مش بيحطوا له بالقشطه، يعني بينزعوا منه القشطه، فانت بتعملي حاجه في بيت افيد يعني. ونزلت مج من السكر الحبيبات عادي، ده كان سكر تومين والله يا جماعه، وغمقه سنه. يعني انت لو عايزه طبعا يكون لونه ابيض تحطي سكر ابيض. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا نزلت بنص مج كمان، بس بصراحه كان مسكر معايا. يعني انا بعد كده لما كلناه ما كان ساقع ما عجبناش بصراحه، كان مسكر سنه. فهي بصراحه مج من السكر كان كويس جدا جدا للرز ابو لبن. النص مج زياده ده بصراحه ما كانش يعني ما كانش يتحط، كانش ينفع يتحط. وطبعا كده قعدت اقلب كده حبه كده، ايدي شغاله فيه كده حبه لمده 5 دقايق، وطفيت عليه وغطيته لمده 10 دقايق. اهم حاجه تعملي الخطوه دي كويس جدا، خلي بالك ان الخطوه دي هتفرق معاكي جدا جدا. طبعا تقولي لي عملت فين بقى ما تخنش؟ اقول لك ما هو انت هتشغلي عليه، لما بتشغلي عليه وتفضلي لمده كده برده 10 دقايق و5 دقايق تقلبي فيه كده هتلاقيه تخن معاكي. طبعا الفرق المشكله يعني فرق لما طفيتي عليه؟ هقول لك فرق انك لما طفيتي عليه ال10 دقايق دول لما بتيجي تولعي عليه تاني بيبك معاكي الرز، بيبك معاكي النشا بسهوله. ما بتقعدوش كتير على النار عشان الرز ابو لبن ما يشطش عشان اللبن ما يشطش منك، لان هو طبعا ما فيهوش ميه خالص، هو لبن بس، عشان اللبن طبعا ما يديكيش طعم الرز ابو لبن، ما يديكيش طعم الشياطان في قلب الرز. دي اهم حاجه اوعوا تنسوا طبعا تعملوها. طبعا قعدت اقلب كده لمده كده 5 أو 10 دقايق، يعني ما تقلقيش هو هيطلع حلو معاكي، يطلع زي اللي بره، بس اهم حاجه يكون عندك طولة بال. يعني هو الموضوع هو سهل وبسيط خالص، ما بياخدش وقت كبير على النار لعلمك. بس ما تخافيش وتقولي يا لهوي ده ما تخنش، ده هو كده لازم نشا ولازم احط له نشا. لا ما تقلقيش والله، هو النشا بتاع الرز هيبك منه ومش هتحتاجي انك تحطي له نشا، هو الرز هيبك النشا بتاعه. بس لازم تكون كده عندك ايمان وصبر وتسمي كده بالله وتقولي بسم الله ايدي النبي قبل ايدي. طبعا لما ضمنت اللي هو كده بك النشا طبعا يا جماعه هو كده سمكه كويس، لما بيقعد في التلاجة بيمسك سنه كمان فبيبقى كويس جدا. لما ضمنت اللي هو خلاص استوى يعني عمل معايا نشا نزلت عليه ب2 باكت من الفانيليا عشان يديني كده ريحه وطعم حلوه. طبعا زي ما وريتكم طبعا الرز كان هو كده عمال يبقبق، كان الرز باين. وطبعا لما بتمسكي كده المعلقه وبتنزلي بتحسي فيه سمك تخين كانك حطيتي نشا.
فهو ده السمك اللي احنا عايزينه. طبعا ما بيرميش زي اللي هو ابو نشا، بس بصراحه الطعم يعني جبار جبار، كانك بتاكلي رز بلبن زي بتاع اللي انت بتجيبيه من بره، وبصراحه انضف. انت ضمناه عاملاه بايديكي، اللي بره فيه مراره بسيطه كده بيبقوا حاطين طبعا مواد حافظه والكلام ده، انت طبعا في البيت مش هتحطي له مواد حافظه. بجد هو السمك ده مظبوط. طبعا هو لما بيقعد في التلاجة بيمسك سنه، فبيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. طبعا لو عايزاه مكرمش سيبيه مده يومين في التلاجة، هيبقى وشه مكرمش زي بتاع المحلات بالظبط. وتحدي يا جماعه والله بما يرضي الله، انتوا عارفيني. زي ما انتم شايفين طبعا حطيته في التلاجة كده لمده 6 ساعات او 8 ساعات، مش متذكره قوي. طبعا العيال ما سيبروش، قلت لهم يا ولاد اصبروا يومين، قالوا لي لا يا ماما احنا مش قادرين بصراحه. بس زي ما انتم شايفين لما بقلب الطبق كده بيديني الكرمشه. بس طبعا انت عايزه تديله الكرمشه يبقى تسيبيه لمده كده يومين في التلاجة، هيديكي كرمشه. وبما يرضي الله يا جماعه حاجه هتحاسب فيها عند ربنا. والله يا جماعه بجد جربوها وانتم مغمضين، جربوا الرز ابو لبن ده. ويا ستي لو خايفه جربيه زي ما انا عملت كده في نص كوبايه رز وكيلو من الحليب، وجربيه هيطلع معاكي احلى رز بحليب ممكن تعمليه في حياتك زي اللي بره. وتحدي والله العظيم، انتوا عارفيني مفيش وصفه بنزلها غير اما تكون مضمونه 100%. يعني زي ما انتوا شايفين بجد نفس الطعم، يعني بجد الطعم يا جماعه خرافي زي بتاع المحلات اللي بتجيبيه من بره بالظبط بالظبط بالظبط. جربيه بنفس الطريقه، اهم حاجه تمشي على كل معلومه قلتها عشان يطلع معاكي مظبوط جدا جدا جدا.